السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي كاملين تكونوا بخير وعلى خير. وانا لا فيديو هذا يلقاكم في احسن الاحوال يا رب. كيف ما كتشوفوا البنات، اليوم فيديو جديد، فيديو مغاير. اليوم جيت بيت نشارك معاكم هاد العراضه هذه مغربيه 100%. كيف ما كتشوفوا الجلسه مغربيه وكذلك الاكل مغربي. اليوم عندي يعني ناس يعني ماشي مغاربه، عندي اصدقاء ديالي ديال العمل هما اسبان. وقلت علاش لا لما نشاركش مع البنات هاد العراضه هادي اللي درت لهم، واخا هي على قد الحال بغيت نشاركها معكم. كيف ما كتشوفوا دابا بغيت نبدا نشرمل هنايا في الدجاج، وكنوجد له في الشرموله ديالو. يعني انا درت لهم عراضه مغربيه، اطباق مغربيه خاليه هاد العراضه من البروتوكول ولا جميع انواع ديال الزواق او اي حاجه، يعني تقليديه 100%. عندي هنايا قزبر مطحون هو الثومه، عندي شويه الهريسه، عندي شويه السمن، عندي الزعفران، عندي الخرقوم والسكينجبير، وكذلك عندي شويه ديال السمن. كيف ما كتعرفوا يعني شرموله ديال الدجاج. درت هنايا شويه ديال زيت الزيتون. انا مع القزبر راني طحنت الثومه وطحنت كذلك الحامض مصير. انا ديما كندير هاد العمليه هذه، كنطحنهم مع بعضياتهم مجموعين. وهنايا ندوز باش نشرمل الدجاج. كيف ما كتشوفوا غسلته مزيان بالحامض وكذلك الملحه. ودابا نحاول ندخلوا هاد الشرموله كامله من الجوانب. اللي بغى الطريقه ديال الدجاج يعني بكميه كبيره ولا يعني بالطريقه ديال المناسبات، غادي تلقاو الفيديو، يعني الرابط ديال الفيديو في صندوق الوصف. كيف ما كتشوفوا دابا راه غنشرمل هاد الدجاج ومن بعد نوريكم التتمه. وهنا البنات خديت جوج بصلات قطعتهم طريفات صغار، من بعد زدت عليهم زيت نباتيه وشحرتهم واحد شويه عاد باش غادي نحط فوقهم الدجاجات اللي شرملت. الصراحه انا كندير جوج طريقات ديال الدجاج هادي وواحده اخرى، غادي تلقاو الفيديو ديالها في صندوق الوصف. الصراحه كيجي الدجاج رائع بهم وتيجي بنين، يعني غير جربوهم. هنايا غادي ندوز باش غادي نشرمل اللحم. عندي الملحه، عندي الزعفران، عندي سكنجبير والخرقوم، وعندي المروزيه ديال اللحم، وعندي هنايا الثومه ومعلقه ديال القرفه. وعندي كذلك القزبر حبوب مطحون. كنخلط هاد المكونات كاملين بشويه ديال زيت الزيتون. وغادي نشرمل هاد اللحم حتى هوايا. صراحه الا درتو هاد الطريقه في الليل عاده باش الغد اللي طيبتوها تيجي بها اللحم لذيذ بزاف، او لا يعني مثلا حتى في نفس اليوم ترقدوه في مثلا تخليه واحد شويه حتى تيشرب ديك العطريه، كيجي رائع اللحم ديالو.
وهنايا اللحم بعد ما شرملته كيف ما كتشوفوا غادي ندوز باش غادي نكمل التوجات ديال الطاجين. درت هنايا بصله مقطعه طريفات صغار مع شويه ديال زيت نباتيه، وغادي نحط عليهم اللحم وغادي نقص عليه البوطه ونخليه يطيب على نار مهيله حتى يعني يطيب على خاطره. وهنايا نقص على الطاجين، وكذلك درت البرقوقي يتسلق وحيدت الدجاجات لانهم صافي طابوا، وغادي دابا ندوز باش غادي ندخلهم الفران. هنايا الدجاجات بعد ما حيدتهم غادي ندهنهم بشويه ديال الزبده وشويه ديال السمن وغادي ندخلهم الفران يتحمروا. الطاجين بعد ما وجد كيف ما كتشوفوا هو هذا، زوقته بالبرقوق واللوز والبيض صافي، وكذلك الدجاج حتى هو كيف ما كتشوفوا بعد ما تحمر زوقته من الفوق. والنتيجه هي هذه ديال هاد العراضه اللي درت كيف ما كتشوفوا. هنايا عندي كذلك شلاضه اللي قديت، يعني درتها ديال الخضار، يعني درتها عاديه ما فيهاش شي زواق ولا شي حاجه، غير انهم هما يعني كيف ما كتعرفوا الاسبان كيبغيو ياكلوا الخضره، واخا يكون اللحم تيبغيو ياكلوا الخضره، علاش درتها بحال هكا. وهنايا حضرت واحد الطارطه كيف ما كتشوفوا. هاد الطارطه هذه راه سبق لي انني حطيتها في القناه، راه كاينه ديال الفريز، كاينه ديال الناطه والشكلاط، يعني دخلوا شوفوها راه غادي تلقاوها تما كينيت. وهنايا قديت هاد السليله هذه ديال الفروته كيف ما كتشوفوا مع فلان من الجناب، درت فلو وكذلك الدلاحه قطعتها يعني من الوسط ودرتها بحال شكل سليله، ودرت فيها جميع الفروته من الداخل. وكيف ما كتشوفوا الطابله هي هذه، حطيت لهم كل شيء باش اللي بغى شي حاجه كي ياخذها وصافي. وهنايا يعني وصلت للنهايه ديال الفيديو، كنتمنى الفيديو يعجبكم، وكنتمنى ان يعني الاطباق اللي قدمت كذلك تعجبكم. شكرا بزاف لكم على المشاهده، وشكرا كذلك على التعاليق الزوينه ديالكم، وكيف ما العاده ما تبخلوش عليا بالتعاليق الزوينه وكذلك لي لايك، ونشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.